لو ركزت في الجملتين دول دايرة علاقاتك كلها هتتغير. من الجمل العظيمة قوي اللي استوقفتني وانا بتفرج على بودكاست عن العلاقات ان انت لو عايز تعرف انت في علاقة سوية مع اي شخص راقب جهازك العصبي بيتصرف ازاي. لو عايز تعرف انت في علاقة سوية او لا مع اي شخص راقب جهازك العصبي بيتصرف ازاي وبيحس بايه أول ما بتكلم الشخص ده أو لما بتقعد معاه أو حتى لما بتيجي سيرته. جملة رهيبة جدا. وفي جملة كمان يمكن أخطر من كده وهتغير علاقاتك بشكل كامل ونظرتك لكل العلاقات. تخيل نفسك لو داخل حرب أو لو عندك مشكلة كبيرة، هتختار الشخص اللي أنت مرتبط بيه ده يجي معاك أو يدخل معاك الحرب دي، ولا مش هيكون عندك ثقة فيه إن هو هيكمل أو هيسندك أو هيحميك؟ لو ركزت في الجملتين دول دايرة علاقاتك كلها هتتغير. وعلشان كده من أعظم الهدايا اللي ممكن نقدمها لأي شخص حتى لو مش مرتبطين بيه إن إحنا نقدم له الأمان، إن هو يكون مطمن. لو عايز تقدم هدية لأي شخص بجد خليه مطمن، خليه في علاقة يكون مرتاح نفسيا، يكون هادي، يكون واثق، يكون عارف إن أنت شخص مش غامض، يكون حاسس إن أنت مش في أي وقت ممكن تتخلى عنه. والأهم من كل ده إن العلاقة تكون واضحة وشفافة، لا فيها غموض ولا فيها شك ولا غيرة ولا قلق ولا توتر. لو لاقي نفسك بتحس بكل المشاعر السلبية دي اعرف إن أنت في علاقة مش سوية. ولو متخيل إن الحب فيه غيرة وقلق وخوف، أنت أخذ الكلام ده من الأفلام والمسلسلات. لكن العلاقات السوية ما فيهاش الكلام. العلاقات السوية يعني تكون مطمن طول الوقت، عارف ان انت مع شخص مناسب وفاهمك وحاسس بيك وعمره ما هيعمل شيء يربكك. يعني باختصار شديد، لو عايز تعرف انت في علاقة صح او لا، مش هتلاقي فيها ربكة، مش هتلاقي فيها أسئلة، ومش هتلاقي فيها حيرة كتير. وعلشان كده لو أنا بقدم لك رسالة أو بقدم لك نصيحة في الفيديو ده، على قد ما تقدر على قد ما تقدر لو مش هتعرف تدخل في حياة شخص علشان تريحه سيبه قبل ما تأذيه وقبل ما تتعبه. لو مش هتعرف تكون شخص مريح لأي حد على الأقل ما تتعبوش.